هنقول حاجة كده بسيطة جدا عن حجر الساعة. يقول لك 17 حجر، 18 حجر، 25 حجر، 25 جيولز. يعني ايه دي؟ ايه هو الحجر ده؟ اهو اللي انتوا شايفينه ده، اللي انتوا شايفينه ده، اللي هو اللي انا بحط عليه العلامة ده، هو ده الحجر بتاع الساعة. ايه فايدة الحجر ده؟ ان دوت بيحمي الاكسس او العمود بتاع اي ترس، ان هو بيلف في الحديد اللي حواليه دوت اللي انتوا شايفينه ده، بيلف فبيتاكل. فلو هو حديد مع حديد بيتاكل. طبعا زمان من 100 سنة 150 سنة كانش لسه اكتشفوا الحجر دوت. الحجر ده بيتعمل من الياقوت الحر، او دلوقتي في حجر صناعي طبعا بيتعمل. فدوت كل ما انت بتزود، كانوا بيعملوها 7 جول زمان، بعد كده بقت 17، بعد كده بقت 25. على كل جول ده، كل ما يزيد الجول كل ما بتبقى قيمة الساعة أعلى. يبقى ايه فايدته؟ ان احنا ديت بيحمي اللي هو الاكسس بتاع الترس انه من التآكل، لان المادة دي مادة صلدة جدا. يعني ايه صلدة؟ في فرق بين صلدة وفي فرق بين الصلابة والصلادة. الصلابة اللي هي الحديد صلب جامد، لكن صلادته اقل، يعني ممكن يتخدش. الصلادة يعني الحديد، المادة دي صعب جدا تتخدش، او صعب جدا تقشرها، او صعب جدا فتقعد سنين طويله. يشوف بيلف قد ايه طول النهار، الساعه دي عماله تلف، الاكسس ده يلف يلف يلف، فما بياكلش في الحديد اللي موجود ده. دي حاجه كده حبيت اقولها.